بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مستر احمد ندى، والنهارده ان شاء الله مكملين مع بعض في شرح ثيم 1 يونت 1 كونسبت 1.1. فاكرين كان بيتكلم عن ايه المفهوم ده يا شباب؟ سيل از سيستم، يعني الخلية كنظام. ان شاء الله النهارده دي الحلقة الثالثة في شرح المنهج بتاعنا، منهج الساينس لطلبة جريد 6 او لطلبة الصف السادس الابتدائي الترم الاول. ان شاء الله النهارده هنشرح مع بعض ليسون 3. طبعا كالعاده في بدايه كل حلقه بفكركم ان تكون التولز او الادوات بتاعتكم متاحه جنبكم او موجوده تحت ايديكم وانتوا بتتفرجوا على الحلقه، زي القلم والورقه والكتاب بتاعنا اللي احنا بنذاكر منه او البوكلت المذكره اللي بنذاكر منها، علشان نذاكر ونكتب مع مستر احمد ندى وهو بيشرح اول باول عشان نستفيد من الحلقه كويس جدا. ودلوقتي هنخرج فاصل صغير جدا عشان تروحوا تجيبوا الادوات وترجعوا تتابعوا حلقه النهارده. ورجعنا لكم من الفاصل يا شباب علشان نشرح مع بعض ليسون 3. ليسون 3 هيبدأ بالاكتيفيتي نمبر 7 او بالنشاط رقم 7 اللي بيتكلم عن ايه يا شباب؟ The parts of the cell، اجزاء الخلية. يعني ايه هي الكومبوننتس او المكونات بتاعة الخلية؟ وطبعا كالعادة بنبدأ الحلقة بتاعتنا بمجموعة من الأسئلة على شكل ريفيجن كده سريع او مراجعة سريعة على الأجزاء اللي فاتت. طيب حضراتكم هتقروا معايا الأسئلة كويس جدا وتجاوبوا معايا دلوقتي. بيقول لي cells differ in the shape, structure and function. الخلايا بتختلف في الشكل والتركيب والوظيفة. رايت ولا رونج؟ ايه رأيكم؟ رايت، برافو عليكم. لأني في عندي بون سيلز خلايا عظام، وفي عندي نيرف سيلز خلايا عظمية، وفي عندي سكين سيلز خلايا جلدية أو خلايا للجلد. فكل خلية من دول ليها شكل وتركيب ووظيفة، صح كده؟ بيقول لي طيب the human body consists of one cell only. جسم الإنسان بيتكون من خلية واحدة فقط. يا ترى الكلام ده رايت ولا رونج؟ طبعا رونج. ليه؟ لأن الهيومن أو الإنسان عنده many different cells، خلايا كتير جدا مختلفة عن بعضها. الجملة دي كانت تبقى صح امتى يا شباب؟ لو كاتب هنا بكتيريا بدل هيومن بادي كاتب بكتيريا، لأن البكتيريا بتتكون من خلية واحدة. جسم البكتيرياية كلها بتتكون من خلية واحدة، صح كده؟ قال لي طب ما أنا هسألك السؤال ده في رقم 3. The body of bacteria is composed of one cell only. جسم البكتيريا بيتكون من خلية واحدة فقط. طبعا أنا لسه مجاوبه حالا. الكلام ده رايت ولا رونج؟ رايت، برافو عليكم. تعالوا بقى نكمل مع بعض النهاردة ونشوف الليفينج اورجانيزمز أو الكائنات الحية كان بي كلاسيفايد أو ممكن أن تقسم لكام قسم أو كام نوع. بيقول لي إن الليفينج اورجانيزمز ار ديفايدد انتو، الكائنات الحية بتتقسم إلى يوني سيلولار اورجانيزمز كائنات وحيدة الخلية، ومالتي سيلولار اورجانيزمز كائنات متعددة الخلايا. طب إيه الفرق ما بينهم؟ قال لي اليوني سيلولار اورجانيزمز they are living organisms that their bodies consists of one cell only. يعني هي كائنات جسمها مكون من خلية واحدة بس. طيب اديني examples زي مين؟ قال لي بكتيريا. طب بالنسبة للمالتي سيلولار الكائنات متعددة الخلايا، قال لي they are living organisms that their bodies consists of many cells. هي كائنات جسمها مكون من العديد من الخلايا. طيب زي مين؟ عايز examples، عايز أمثلة على الكلام ده. قال لي humans, plants and animals. البشر والنباتات والحيوانات أجسامهم مكونة من خلايا كتير. عشان كده الليفينج اورجانيزمز متقسمة شريحتين. الشريحة الأولى اسمها يوني سيلولار اورجانيزمز، كائنات وحيدة الخلية. أما الشريحة التانية أو النوع التاني اسمه مالتي سيلولار اورجانيزمز، كائنات متعددة الخلايا. وهنا يا شباب هيجي لنا to give reasons، سؤالين اذكر السبب. يقول لي هي البكتيريا are unicellular organism، من الكائنات وحيدة الخلية. يا ترى ليه؟ قال لي هترجع للديفينيشن او للتعريف بتاع اليونيسيلولار اورجانيزمز. مش هي دي الكائنات اللي جسمها كله بيتكون من خلية واحدة؟ طب ما هي دي الإجابة اللي انت هتكتبها.
because their bodies consists of one cell only. طيب a horse is one of the multicellular organisms. الحصان من الكائنات متعددة الخلايا ليه؟ هقول له because its body consists of many cells، لأن جسمه مكون من خلايا كثيرة، والكلام ده مكتوب في الديفينيشن بتاع مين؟ بتاع المالتي سيلولار اورجانيزمز، الكائنات متعددة الخلايا. يبقى السؤالين دول إجابتهم معتمدة على إن يكون حافظ الديفينيشن، حافظ التعريف. تمام يا شباب؟ معايا كده؟ طيب تعالوا نكمل مع بعض. بيقول لي دلوقتي طيب تعالى ندرس مع بعض الستراكشر اوف مالتي سيلولار ليفينج اورجانيزمز او مالتي سيلولار اورجانيزمز بادي. يعني ايه؟ تعالى ندرس تركيبه اجسام الكائنات متعدده الخلايا. يا ترى جسمهم بيتكون من ايه؟ قال لي the structure of most of the multicellular organisms bodies are organized into 5 levels which are. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تركيبه معظم اجسام الكائنات متعدده الخلايا متنظمة على 5 مستويات أو متقسمة على 5 مستويات. إيه هم ال5 مستويات دول؟ قال لي أصغر حاجة في جسم أي كائن حي من المالتي سيلولار ليفينج أورجانيزمز، من الكائنات متعددة الخلايا دي، هي السيلز، الخلايا. عشان كده بنبتدي بمين؟ بأصغر يونت، أصغر وحدة في جسم الكائن اللي هي السيميلر سيلز، الخلايا المتشابهة. طب الخلايا المتشابهة دي فورم هتكون إيه؟ قال لي تيشوز، هتكون أنسجة. طب والتيشوز دي فورم ايه؟ هتكون ايه؟ قال لي اورجنز، هتكون اعضاء. طيب والاورجنز فورم ايه؟ الاعضاء هتكون ايه؟ قال لي فورم سيستمز، هتكون انظمه او اجهزه. طيب والسيستمز ديت، الاجهزه الكتير دي لما تتجمع مع بعض هتكون ايه؟ قال لي فورم ذا هول بادي، هتكون الجسم كله. يبقى احنا كده عندنا 5 ليفلز، 5 ليفلات او 5 مستويات بيتكون منهم جسم الكائن متعدد الخلايا. احفظوا الترتيب ده كويس لانه بيجي في الكومبليت وبيجي في اسئله كتير. اتفقنا؟ بنبدا باصغر حاجه اللي هي السيلز. طيب شويه سيلز جنب بعض هيكونوا ايه؟ تيشو، نسيج. طيب شويه انسجه جنب بعض هيكونوا ايه؟ اورجن، عضو. طب شويه اعضاء جنب بعض هيكونوا ايه؟ سيستم، جهاز او نظام. طب مجموعه اجهزه جنب بعض هيكونوا ايه؟ قال لي ذا هول بادي، اللي هو الجسم كله. وهندرس كل ليفل من دول لوحده او كل مستوى من دول لوحده. قال لي تعالى نبدا بمين؟ تعالى نبدا بالسيلز اللي هي اصغر حاجه. بيقول لي اهو let's see the structure of the human body as an example of multicellular organisms. تعالى ندرس تركيبه جسم الانسان كمثال على الكائنات متعدده الخلايا. قلت له نبدا باصغر حاجه سيلز، الخلايا. قال لي طب هم كلهم similar ولا different؟ متشابهين ولا مختلفين؟ قال لي the human body cells أو the human body، جسم الكائن الحي اللي هو الإنسان، تمام، contains different shapes of animal cells، بيحتوي على العديد من الخلايا الحيوانية المختلفة. طب هو احنا بنقول human body، ايه اللي جاب الانيمال سيلز هنا؟ ما هو تركيبة الخلية الحيوانية متشابهة بنسبة كبيرة جدا مع تركيبة الخلايا الموجودة في جسم الإنسان. عشان كده لما بنقول أنيمال سيل احنا قصدنا الأنيمال سيل أو الهيومن سيل، الخلية الحيوانية أو الخلية البشرية، الاتنين قريبين جدا في التركيب من بعض، بس أشكال الخلايا بتاع جسم الإنسان مختلفة. يعني مثلا دي كده اسمها ماسل سيل، خلية عضلية، ودي اسمها بون سيل، خلية عظمية. يعني دي خلية عضلات ودي خلية عظام. لو خدت بالك هتلاقيهم have different shapes، ليهم أشكال مختلفة. ولو حبينا ندي examples على السيلز، على الخلايا، ممكن نكتب الماسل سيل أو البون سيل. اتفقنا؟ قال لي ده كده أول مستوى في الهيومن بادي، في جسم الإنسان اللي هو أصغر مستوى. طب لو احنا جبنا مجموعة سيلز، مجموعة خلايا، قال لي ممكن نجيب مجموعة خلايا لعضلة في جسمنا، وممكن نجيب مجموعة خلايا لعظمة أو عظام معينة في جسمنا. طب يبقى التيشوز، الأنسجة، بتتكون من إيه؟ قال لي each tissue، كل نسيج is often composed of a group of similar cells that do the same function. يعني إيه؟ كل نسيج عادة بيتكون من مجموعة متشابهة من الخلايا اللي بتقوم بنفس الوظيفة. يعني لو كل دي ماسل سيلز، خلايا عضلية، مش كلها خلايا متعلقة بالعضلات،
يعني هتقوم بوظيفة واحدة لأن كلهم شبه بعض. نفس الكلام هنا في البون تيشو، النسيج العظمي اللي هي مجموعة خلايا متشابهة من العظام مرصوصة جنب بعضها فبتكون تيشو. تيشو يعني ايه؟ نسيج. فانا لما اجي اقول لك اديني اكزامبلز على التيشو، اديني امثله على التيشوز، على الانسجه اللي في جسمك، هتقول لي ايه؟ ماسل تيشو نسيج عضلي، وبون تيشو نسيج عظمي. طب ده كده تاني ليفل صح؟ تعال نروح لتالت ليفل. طيب هو احنا لو جبنا مجموعه تيشوز او مجموعه انسجه وحطيناهم جنب بعض هيكونوا ايه؟ قال لي اورجن، هيكونوا عضو صح كده؟ علشان كده each organ is composed of a group of different tissues to do its own function. يعني كل عضو مكون من مجموعة من الأنسجة المختلفة اللي بتقوم بالوظيفة بتاعتها. تمام؟ لأن كل أورجن أو كل عضو في جسمنا ليه وظيفة محددة ربنا خلقه علشان يعملها. قال لي طب اديني examples على الأورجنز، اديني أمثلة كده على الأعضاء اللي في جسمي. قال لي هارت القلب، ستومك اللي هي المعدة، ده اورجن موجود في الدايجستيف سيستم، وده اورجن موجود في السيركولاتوري سيستم، الجهاز الهضمي والجهاز الدوري صح كده؟ قال لي ده كده تالت ليفل او تالت مستوى. طب تعال نخش على رابع مستوى. لو انا معايا مجموعه من الاورجنز، مجموعه من الاعضاء وحطيتهم جنب بعض هيكونوا ايه؟ سيستم. برافو عليكم. يبقى السيستم بيتكون من ايه؟ قال لي each system، كل جهاز او كل نظام is composed of، مكون من a group of different organs، مجموعة من الأعضاء المختلفة to do certain function، علشان يقوم بوظيفة محددة. يعني السيستم أو الجهاز مطلوب منه وظيفة معينة، زي كده الدايجستيف سيستم والريسبيراتوري سيستم. واحد responsible for digestion، واحد مسؤول عن الهضم، والتاني responsible for respiration، مسؤول عن التنفس. ده بيقوم بوظيفة وده بيقوم بوظيفة. فلما اجي اسالك على اكزامبلز للسيستمز، امثله على الاجهزه اللي في جسم الانسان، هتقول لي ايه؟ الريسبيراتوري سيستم والدايجستيف سيستم صح كده؟ طيب ده كده كان رابع ليفل. طب لو احنا جمعنا السيستمز دي كلها بقى مع بعض هتكون ايه؟ ذا هول بودي، الجسم كله صح كده؟ يبقى the human body is composed of a group of different systems، يعني جسم الانسان مكون من مجموعه مختلفه من الأنظمة أو مجموعة مختلفة من الأجهزة. طب يا ترى جسمي كده فيه كام خلية تقريبا؟ قال لي the human body contains about 40 trillion cells، 40 تريليون خلية. طب هما التريليون ده قد إيه؟ قال لي التريليون ده 12 zeros، 12 صفر. يعني ممكن حضرتك تقول 40,000 مليار خلية. فبدل ما نقول 40,000 مليار خلية، طالما دول 12 صفر، ال 12 صفر دول وقدامهم حتى لو رقم واحد بنسميه تريليون، يعني واحد وقدامه 12 صفر. طب دول 40 يبقى 40 تريليون، 40 تريليون خلية. وده رقم تقريبي ما هواش اكزاكت او رقم حقيقي بنسبة 100%. ده رقم ايه؟ تقريبي. اتفقنا كده يا شباب؟ فهمنا الهيومن بادي بيتكون من ايه؟ وعرفنا كل الفايف ليفلز، الخمس مستويات اللي جسمنا بيتكون منهم. جميل جدا. تعالى نتنقل على الجزء اللي بعد كده، وده جزء مهم جدا اللي هو بيتكلم عن سيل بارتس، اجزاء الخلية. بيقول لي هنا ان most of animal cells and plant cells are composed of some main parts which are cell membrane or plasma membrane, cytoplasm, nucleus, organelles. يعني ايه الكلام ده؟ يعني معظم الخلايا الحيوانية والخلايا النباتية مكونة من بعض الأجزاء الرئيسية. يعني هتلاقيها موجودة في الانيمال سيل الأجزاء دي، وهتلاقيها موجودة في البلانت سيل. زي مين؟ قال لي البلازما ممبرين أو السيل ممبرين، الغشاء الخلوي. فين الغشاء الخلوي؟ اللي هو حوالين السيل من بره، ده اسمه سيل ممبرين او بلازما ممبرين. هنلاقي كمان اي سيل او اي خليه من الاثنين، سواء كان انيمال سيل او كانت بلانت سيل، هنلاقي سائل جوه الخليه اسمه سايتوبلازم، بالعربي اسمه سيتوبلازم، مش بيفرق كتير الاسم عن الانجليش. بعد كده هنلاقي نيوكليوس، هنلاقي كده زي كوره مدوره كده او جسم كده دائري موجود فيه
منتصف الخلية اسمها نيوكليوس، النواة. وهنلاقي different organelles، مجموعة عضيات مختلفة في الخلية زي التلاتة دول، وهنعرف أساميهم لما نيجي ندرسهم. تمام؟ organelles يعني عضيات، اللي هو أصغر من كلمة organs، أصغر من الأعضاء شوية. تمام؟ اتفقنا يا شباب؟ يبقى تاني الانيمال سيلز والبلانت سيلز هنلاقي فيهم الأربعة دول، هنلاقي فيهم سيل ممبرين، هنلاقي فيهم سيتوبلازم، هنلاقي فيهم نيوكليوس، وهنلاقي فيهم اورجانيلز. اللي هيبقى مختلف ما بين خلية وخلية الاورجانيلز دي او العضيات. في اورجانيلز موجودة في الانيمال سيل بس مش موجودة في البلانت سيل، وفي اورجانيلز موجودة في البلانت سيل ومش موجودة في الانيمال سيل. تمام يا شباب؟ تعالوا نكمل مع بعض وندرس كل جزء من دول لوحده. قال لي بداية كده يعني ايه سيتوبلازم؟ مين هو السيتوبلازم؟ قلت له ده ليكويد، ده سائل موجود جوه الخلية. قال لي طب اكتب لي الديفينيشن بتاعه. قلت له it is a gelatinous liquid or thick liquid which is found inside the cell. هو سائل جيلاتيني او سائل لزج او سائل تخين شوية سميك شوية موجود داخل الخلية. طيب مطلوب مني ان اعرف وظيفته دلوقتي؟ لا لسه شويه. انت تعرف الاول يعني ايه سيتوبلازم. قال لي طب يعني ايه سيل ممبرين؟ يعني ايه غشاء خلوي؟ قال لي it surrounds the cell from outside. هو الغشاء اللي بيحيط بالخليه من الخارج. وخد بالك ان دي انيمال سيل، خليه حيوانيه. حتى هو كاتب لك هنا اهو سبيشالي ذا انيمال سيل، يعني السيل ممبرين هو الغشاء اللي بيحيط بالخليه الحيوانيه من الخارج. طيب تعال نكمل مع بعض. مين هي النيوكليوس والاقيها فين؟ مين هي النواه؟ قال لي it is often located at the center of the cell. ده يعتبر جسم موجود في منتصف الخليه. طيب مين هي الاورجانيلز او العضيات اللي موجوده في الخليه؟ قال لي they are different tiny structures inside the cell. هي تركيبات صغيرة أو دقيقة جدا أو صغيرة جدا موجودة داخل الخلية. Each type of organelles has a special function. وكل عضي من العضيات دول، يعني كل جزء من الأجزاء الصغيرة دي ليه وظيفة خاصة، ربنا خلقه عشان يعمل حاجة معينة. اتفقنا كده يا شباب؟ تعالوا نكمل. قال لي في شويه نوتس بقى لازم اقول لك عليهم، لاني احنا اتفقنا ان في حاجات موجوده في البلانت سيل ومش موجوده في الانيمال سيل. هنتكلم بقى عن الحاجات اللي موجوده في البلانت سيل ومش موجوده في الانيمال سيل. ده شكل البلانت سيل. هنلاقيها ملفوفه من بره كده بطبقتين ورا بعض. اول طبقه اللي هي الخارجيه اللي بره دي اسمها سيل وول، الجدار الخلوي. وهنلاقي كمان جوه كده كبسولات لونها اخضر اسمها كلوروبلاستس، البلاستيدات الخضراء. دول اهم حاجتين موجودين في البلانت سيل ومش موجودين في الانيمال سيل. طب تعالى كده نقرا النوتس. بيقول لي the plant cell is surrounded by cell wall from outside. الخليه النباتيه محاطه بجدار خلوي من الخارج. تمام؟ امال الانيمال سيل لا، حواليها من بره بلازما ممبرين او سيل ممبرين. صح؟ قلت له جميل. عشان كده قال لي ان البلازما ممبرين بتلف حوالين الانيمال سيل من بره، وحدد لي الانيمال سيل ليه؟ علشان البلانت سيل الجدار اللي بيلف حواليها من بره ما اسموش بلازما ممبرين، اسمه سيل وول، ده اللي هو اول جدار من بره. تاني بقى حيطه اللي انت شايفها دي هي اللي اسمها بلازما ممبرين. طب هو السيل وول ده مصنوع من ماده معينه؟ قال لي the cell wall is made up of a substance called cellulose. يعني الجدار الخلوي ده مصنوع من مادة اسمها سيليلوز، حتى بالعربي اسمها سيليلوز، هي كده ملهاش ترجمة عربي يعني. قلت له ايه تاني؟ قال لي a special type of plant cell has the ability to make the photosynthesis process as it contains special organelles called chloroplasts. يعني ايه؟ يعني في حاجة مميزة في الخلية النباتية ان هي عندها القدرة انها تعمل عملية البناء الضوئي، لانها بتحتوي على عضيات خاصة جدا اسمها كلوروبلاستس، البلاستيدات الخضراء، وهي ديت اللي مسؤولة عن انها تعمل فوتوسينثيز بروسيس او عملية البناء الضوئي، وكمان مش موجودة في الانيمال سيل. اتفقنا يا شباب؟
عرفنا الديفرنسز او الاختلافات ما بين الانيمال سيل والبلانت سيل. جميل جدا، تعالوا نكمل سوا. وصلنا لسؤال تشيك يور اندرستاندينج، سؤال اختبار الفهم. طبعا مستر احمد ندى مش بيحل السؤال ده معانا ولكن بيشرحه لنا، واحنا كطلبه المفروض نوقف الفيديو لحظات ونكتب الاجابات تحت في الكومنتس في التعليقات اللي اسفل الفيديو. هنختار كلمه من الثلاثه دول ونكمل الثلاث جمل اللي قدامنا دول. بيقول لي the thick liquid inside the cell، السائل التخين او السميك اللي موجود داخل الخليه is called، اسمه ايه؟ طبعا انتوا اللي هتكتبوا الاجابه. بيقول لي a group of A، مجموعه من مين؟ forms a tissue، هتكون نسيج. يا ترى مجموعه ايه؟ the cell wall is made up of substance called، السيل وول اللي هو الجدار الخلوي مصنوع من ماده بتسمى ايه؟ الماده اللي بيتكون منها السيل وول اسمها ايه؟ طبعا انتوا اللي هتكتبوا الاجابات هنا. يلا بسرعه يا شباب نوقف الفيديو ونكتب الاجابات على الاسئله دي. تعالوا نكمل مع بعض. قال لي وصلنا للاكتيفيتي نمبر 8 او النشاط رقم 8. طب مطلوب مني ايه؟ ان انا اعرف the functions of cell parts، وظائف اجزاء الخليه. يعني كل جزء من اللي موجودين سواء في الانيمال سيل او في البلانت سيل وظيفته ايه بالظبط. طب هل هم شبه بعض في الشكل؟ لا. طب شبه بعض في التركيب؟ الى حد ما فيهم شبه، بس في اجزاء موجوده في البلانت سيل مش موجوده في الانيمال سيل، صح كده؟ حتى انا حطيت لك الرسمتين قصاد بعض علشان تعرف الفرق. لو خدت بالك هتلاقي البلانت سيل فيها سيل وول وفيها كلوروبلاست وفيها ساب فاكيول، فجوه عصاريه واحده كبيره. تمام؟ اما الانيمال سيل بدل الفجوه الكبيره دي عندها سمول فاكيولز، فجوات كتير بس صغيره. تمام؟ اما بقيه الاجزاء فهي مشتركه، موجوده هنا وموجوده هنا. علشان كده بيقول لي ايه؟ although the multicellular organisms are made up of many cells that differ in shape and structure but there are some similar parts in their structure. يعني ايه؟ على الرغم من ان الكائنات متعدده الخلايا بتبقى مكونه او مصنوعه من العديد من الخلايا المختلفه في الشكل والتركيب، ولكن ما زال هناك بعض الاجزاء المتشابهه ما بينهم. طبعا متشابهين في التركيب لان في 6 كومبوننتس او 6 مكونات موجودين في الانيمال سيل وموجودين في البلانت سيل. اتفقنا كده؟ طب ايه هم الستة المشتركين اللي موجودين هنا وموجودين هنا؟ قال لي السيل ممبرين، جولجي اباريتس، نيوكليوس، سيتوبلازم، اندوبلازميك ريتيكولم، ميتوكوندريا. طب السيل ممبرين اللي هو الغشاء الايه؟ الخلوي. جولجي اباريتس اسمه جهاز جولجي. نيوكليوس اللي هي النواه. سيتوبلازم اللي هو بالعربي سيتوبلازم. اندوبلازميك ريتيكولم الشبكه الاندوبلازميه. ميتوكوندريا اسمها بالعربي ميتوكوندريا. طيب كل جزء من دول يا ترى وظيفته ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض. بيقول لي in this activity، في النشاط ده we are going to study the common parts of most cells such as، يعني ايه؟ في النشاط ده احنا هندرس الاجزاء المشتركه ما بين معظم الخلايا، يعني الحاجات اللي موجوده في كل الخلايا. زي مين؟ قال لي الست اجزاء اللي احنا لسه قايلينهم: السيل ممبرين، السيتوبلازم، نيوكليوس، ميتوكوندريا، اندوبلازميك ريتيكولم، جولجي اباريتس. ادي السيل ممبرين، وادي النيوكليوس، وادي السيتوبلازم، وادي الاندوبلازميك ريتيكولم الشبكه الاندوبلازميه، وادي جولجي اباريتس جهاز جولجي، وادي الميتوكوندريا. تمام كده؟ جميل. تعال نكمل مع بعض بقى وندرس كل جزء لوحده ونعرف الفانكشن او الوظيفه بتاعت كل جزء لوحده. قال لي هنبدا بالسيل ممبرين، الغشاء الخلوي اللي هو بيحيط بالخليه من بره. ده عباره عن ايه؟ قال لي it is the outer lining of the cell. يعني ايه؟ هو البطانه الخارجيه للخليه، كانك لابس جاكيت كده. دي البطانه الخارجيه للخليه. طب وظيفتها ايه السيل ممبرين؟ قال لي protects the cell، بتحمي الخليه. بس قال لي كمان it controls the substances that can enter or leave the cell through the selective permeability feature. بتتحكم في المواد اللي ممكن تدخل او تغادر الخليه، يعني تخرج من الخليه من خلال خاصيه اسمها selective permeability، النفاذيه الاختياريه. تمام؟ دي
خاصيه كده ربنا مديها للسيل ممبرين تدخل حاجات معينه وتخرج حاجات معينه. تمام كده، اسمها سيلكتيف بيرميابيليتي. تمام، النفاذيه الاختياريه او النفاذيه الانتقائيه، يعني السيل ممبرين بينقي الحاجات اللي تدخل والحاجات اللي تخرج. طب يعني ايه selective permeability؟ قال لي it means that the cell membrane allows some substances to pass through it into the cell. into ايه؟ the cell while it prevents some other substances from entering the cell. يعني selective permeability معناها ان الغشاء الخلوي بيسمح لبعض المواد تمر من خلاله وتدخل جوه الخلية، بينما بيمنع بعض المواد الأخرى من الدخول إلى الخلية. فهمنا يعني إيه سيل ممبرين وإيه هي الفانكشنز أو الوظائف اللي بيقوم بيها، ويعني إيه سيلكتيف بيرميابيليتي. نتنقل للجزء اللي بعده، ميتوكوندريا. فين الميتوكوندريا؟ أهي. طب دي عبارة عن إيه؟ قال لي they are one of the organelles of the cell. دي أحد عضيات الخلية، يعني جزء من أجزاء الخلية. طب ليه اسم معين؟ قال لي they are known as powerhouse of the cell. بيسمى بيت الطاقة الخاص بالخلية، زي كده شركة الكهرباء دي اللي بتدي الخلية دي كلها energy، فبيسموها باور هاوس. باور هاوسز يعني منازل الطاقة أو بيوت الطاقة. طب ايه الفانكشن، ايه الوظيفة بتاعت الميتوكوندريا؟ قال لي ما حضرتك قلت انها بتدي الخلية طاقة. تعال نكتب الكلام ده. بيقول لي they provide the cell with the energy it needs by converting sugar inside the cell into energy through the cellular respiration. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الميتوكوندريا بتزود الخلية بالطاقة اللي هي محتاجاها من خلال تحويل السكر اللي جوه الخلية إلى طاقة من خلال عملية اسمها cellular respiration، يعني التنفس الخلوي. طب ايه هو السيلولار ريسبيريشن اللي هيحول السكر لطاقة ده؟ قال لي it is the process that takes place inside the mitochondria. هي عملية بتحدث داخل الميتوكوندريا where oxygen is used to obtain the chemical energy stored in the food to help the cells make their function. يعني ايه؟ بيحصل فيها ايه؟ ان الاكسجين بيتم استخدامه علشان نحصل على الطاقة الكيميائية اللي متخزنة داخل ايه؟ الطعام، وده بيساعد الخلايا انها تقوم بالوظيفة بتاعتها او تقوم بالوظائف بتاعتها. اتفقنا كده يا شباب؟ عرفنا يعني ايه ميتوكوندريا وايه الفانكشن بتاعتها ويعني ايه سيلولار ريسبيريشن. تعالوا نكمل مع بعض. قال لي طب كلمني شوية عن السيتوبلازم، مين هو وبيعمل ايه؟ قال لي it is gelatinous liquid or thick liquid inside the cell in which all other cell parts float. يعني هو سائل لزج او سائل سميك موجود داخل الخلية، والسائل ده بيبقى فيه كل مكونات الخلية فلوت، بتطفو بتعوم او بتسبح في الخلية. يعني كل المكونات دي عايمة في السائل اللي اسمه سيتوبلازم. اتفقنا؟ نتنقل للجزء اللي بعد كده، نيوكليوس، النواة. قال لي it controls all the cell activities such as formation of protein, cell division to form new cells. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي اللي بتتحكم في كل الأنشطة اللي الخلية بتعملها. هي مين؟ النواة اللي في النص دي. طب زي ايه الأنشطة اللي النواة بتتحكم فيها؟ قال لي formation of proteins، تكوين البروتينات، والسيل ديفيجن، الانقسام الخلوي او تقسيم الخليه، ان الخليه القديمه تتقسم لخليتين جداد وتفضل الخلايا دي تتقسم عشان تكون نيو سيلز، خلايا جديده، عشان يحصل جروث، عشان الجسم ينمو ويكبر لازم عدد الخلايا اللي فيه تكتر وتزيد. طيب مين اللي مسؤول ان يدي امر للخليه انها تتقسم؟ النيوكليوس. عشان كده بنسميها سيل ديفيجن، الانقسام الخلوي. اتفقنا كده ان الخليه الواحده القديمه تتقسم ل2، وال2 يتقسموا ل4، وال4 يبقوا 16 and so on، وهكذا تفضل الرقم يزيد الضعف كل مره. تمام كده؟ طب تعال نشوف الاندوبلازميك ريتيكولم، الشبكه الاندوبلازميه. قال لي it is one of the organelles of the cell، احد عضيات الخليه، يعني جزء من اجزاء الخليه.
طب الفانكشن بتاعته او وظيفته؟ قال لي it helps in assembling or collecting and transporting proteins inside the cell to build and repair the cell. يعني ايه؟ هي بتساعد في تجميع ونقل البروتينات داخل الخلية عشان تبني الخلية وتصلح الخلية. تبني الخلية اللي هو واحنا في مرحلة النمو، الجروث، واحنا جسمنا بيكبر، كنا اطفال بقينا شباب، بعد كده بقينا شيوخ وعواجيز، صح كده؟ مين بقى اللي هيساعد في تجميع البروتين ونقله داخل الخلية؟ الاندوبلازميك ريتيكولم. طب هي بتعمل كده ليه؟ قال لي to build and repair the cell، عشان تبني الخلايا وعلشان تصلح الخلايا اللي حصل فيها دامج او الخلايا اللي حصل فيها دمار. زي مثلا اما يحصل لنا جرح في الجلد، مش في جزء من الجلد بنفقده، بنتعور، مش الجلد ده بيرجع يلحم تاني ويرجع طبيعي زي ما كان؟ مين المسؤول عن كده؟ البروتينز. طب مين اللي هينقل البروتينز للمكان اللي فيه جرح عشان يصلحه؟ الاندوبلازميك ريتيكولم. اتفقنا كده؟ قال لي طب تعال نشوف جولجي اباريتس، جهاز جولجي او جهاز جولجي. تمام؟ قال لي it is one of the cell organelles، ده احد عضيات الخليه، هو كمان جزء من اجزاء الخليه. طب وظيفته ايه؟ قال لي it helps in packing and transporting different materials، مسؤول عن تغليف ونقل المواد المختلفه between the cells، سواء بين الخلايا or out of the cell او خارج الخليه. يعني جولجي اباريتس ده بينقل المواد المختلفه، بيغلفها، يعني يحطها كده زي في ظرف او في كيس وينقلها من مكان لمكان، سواء ما بين الخلايا وبعضهم او خارج الخليه. اتفقنا كده؟ نقل للي بعده. ودلوقتي وصلنا لسؤال تشيك يور اندرستاندينج او سؤال اختبار الفهم. بوت رايت اور رونج. طبعا مستر احمد مش بيحل الاسئله دي ولكن بيشرحها ويسيبنا نكتب الاجابات تحت في الكومنتس عشان نتاكد انكم فهمتوا الشرح مظبوط. بيقول لي نمبر 1 سيتوبلازم controls the cell division to form new cells. السيتوبلازم بيتحكم في انقسام الخليه عشان يكون خلايا جديده. رايت ولا رونج؟ انتوا اللي هتقولوا. The cell organelles float in the cytoplasm. عضيات الخليه بتطفو او بتسبح داخل السائل اللي اسمه سيتوبلازم. رايت ولا رونج؟ يلا يا شباب بسرعه نوقف الفيديو ونكتب الاجابات تحت في الكومنتس في التعليقات اللي اسفل الفيديو. وطبعا دي اهم الكلمات اللي جت في الليسون بتاعنا اللي هو ليسون 3. ممكن يكون ليسون 3 طويل شويه بس المعلومات اللي فيه سهله وبسيطه ولازم كلها تتحفظ. ولحد هنا يا شباب اكون حلقه النهارده خلصت. بتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقات الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.